السلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض خلية النحل مع بعض. نلف المدارس، تنفع فطاير هشة برضو، تنفع ياخدوها الأولاد في اللانش بوكس وتنفع الفطار. نبدأ مع بعض. هنحتاج الأول بسم الله الرحمن الرحيم ده كيلو دقيق جميع الاستخدامات، كوباية لبن، بيضة، 120 جرام زبدة يعني حوالي 3 معالق كبار، سكر كبار، فانيليا، معلقة بيكنج باودر صغيرة، قطعة خميرة بيرة عشان تبقى طعم، وعشان برضو الزفرة بتاعت البيض. هنبدأ كده نسمي بسم الله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالدقيق بتاعي أول حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا حبايبي بننزل كده برشة الملح، حط بقى رشة البيكنج باودر كده في الأول مع الدقيق كده بتاعتي. بسم الله. العجينة نبسها بيها. بسم الله. بسم الله. مع الدقيق اهي بقت قريبة من الرملة. انا مش حطيتهاش كلها عشان نحط الحتة الأخرانية في نلم بها العجينة اهي زي الفل كده. انزل بالبيضة بتاعتي كده اهي. دي بيضة بصفارين، بتنفع للوش وتنفع للعجين. وادي الصفار التاني هنخليه هندهن بيه الوش بتاعت الفطار بتاعتي او خلية النحل. طبعا في هنا بيض، بقى في فانيليا، في معلقة الخل الصغيرة، حطيت 3 معالق سكر في اللبن. ننزل بكمية اللبن كده مش كلها برضو. هناخد الخميرة بتاعتي الخميرة البيرة دي بتخلي ريحة البيت العجين بتاعك تحفة. بسم الله ما شاء الله. حابة تستعملي خميرة فورية مفيش أي مشاكل. نعمل الخليط كله ببعضه كده. العجينة بتاعتي لمت بكوباية لبن ونص كوباية مية اهي، مخدتش بقية الكوباية التانية. لو عايزة تعملي بكله لبن مش مشكلة، بس ده عشان ايديا فاقدة اهي بتلمت بس ايه بتلزق، وده اللي احنا عايزينه. اللي انا سايباها اهي هنلم بها العجينة بقى. ناخد حبايبي العجينة خلاص لمت معايا خالص اهي، مش محتاجة ولا دقيق ولا سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة خالص اهي، طرية بتلزق بس ما ايه مش التلزيقة اللي في الايد. نلمها كده خالص اهي. طالما البولة نضفت معاك كده عرفنا العجينة بتاعتك ناجحة 100%. نسيبها ترتاح 10 دقايق بس مش أكتر عشان الدنيا حر لسه الخميرة تشتغل فيها بس. ونحضر الحشوة والصواني بتاعتنا ونبدأ نقطع مع بعض. العجينة بسم الله ما شاء الله اهي ارتفعت خالص اهي، وانا مكنتش عايزاها توصل للمرحلة دي. ادي الصواني بتاعتي دهنتها زيت وحطيت فيها ورقة زبدة. ده الحشو بتاعي ميكس جبن ودي نوتيلا، واللي عايز اي حاجة يحشيها. ونبدأ كده نشتغل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين بصي الكورة قد البيض عشان احنا حاطين فيها بيكنج باودر وخميرة، ولما تنفش ما تبقاش ايه كبيرة زيادة عن اللزوم. قفلي كده. العجينة بسم الله ما شاء الله ناعمة زي الحرير. الشكل الجميل ده. وتسيبي مكان كده عشان ايه
هي لسه هتبقى ايه، تخش ببعضها. واحدة اهي، لازم نفردها كده الاول عشان تدي هشاشة معاكي. بصوا يا حبايبي بالشكل ده هنكمل الصينية كلها ونرجع لكم ان شاء الله. يا حبايبي خلصت الصينية الاولانية اللي بالجبنة اهي، هنغطيها، لازم نغطيها كده عشان الحر ما يشطفهاش ولا الهوا. هنسيبها يا حبايبي. هنعمل واحدة بالشوكولاتة مع بعض اهو كده كويس عشان الشوكولاتة ما تطلعش منك. لازم بقى دي تعمليها بحر. عندك كم واحدة اهو لغاية ما نخلص الصينية كلها ونرجع لكم برضو في الآخر. عشان ما شافش معايا الأولانية، خلي بالكوا عشان الشوكولاتة بتبقى سايحة والدنيا حار. خلي بالك من النقطة دي عشان ايه، بتغلب شوية. بس نجيبي كده، حاولي ما تطلعش منك عشان ايه، بص يا حبايبي ان شاء الله. ثواني بس ودي كمان الشوكولاتة. بص اللي فيها شوكولاتة زيادة، اديها 5 دقايق بس على الفرن ما يسخن ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بص يا حبايبي، لو وصلتوا بقى معايا للمقطع ده او المرحلة دي، ما تنسوش تعملوا لايك 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 كتير 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 كتير. خلصت العجينة بسم الله ما شاء الله، ارتفعت خالص اهي. انا مش عايزاها اكتر من كده عشان ما تهبطش. وادي البيضة اللي احنا شلناها مع بعض، عليها رشة فانيليا حلوة كده اهي، وعليها سنة لبن صغيرة. بس يا حبايبي كده على هادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بص يا حبايبي بقى اللي بالجبنة دي ممكن تحط عليها شوية سمسم كده زي ما انا هنعمل كده، اختياري برضو لو حابة، عشان خاطر ايه، لو الاتنين لو حاطة تشكيلة مع بعضها تعرفي اللي بالجبنة من السادة من اللي بالشوكولاتة من الحشوات اللي انت عاملاها. فانا ايه حابة احط عليهم شوية سمسم كده، احس برضو يدي شكل ايه، شكل جمالي كده حلو. نعمله التاني نفس اللي عملته في الجبنة الشوكولاتة برضو. ده الرز. بص يا حبايبي دي بالشوكولاتة، احط عليها بقى شوية شوكولاتة شيبسي كده، اختياري برضو اللي حابب. النحل بيبقى عامل كده عيش. يلا بقى فرني والع على 180 بقى له نص ساعة. درجة الحرارة بسم الله ما شاء الله شغال حلو. الرحمن الرحيم. الصينية طلعت الأولانية من الفرن اهي اللي بالجبنة، بس الشكل بس تحفة بسم الله ما شاء الله. بص احنا لسه اهي مطلعاها اهي بسم الله ما شاء الله عليها. انا هحطها كده فاهي بسم الله ما شاء الله تحفة. لو عندك بخاخة ممكن ترش عليها شوية مية صغيرين وتغطيها بالفوطة 10 دقايق وهتلاقيها بصي بقت ملبن. انا هنعمل كده ونغطيها ونوريها لكم بعد ما تهدى كده ان شاء الله. يلا يا حبايبي بص بقى خلية النحل بعد ما هدت شوية اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة حبايبي، شايفين الهشاشة. نفتح بقى. بصوا يا حبايبي الجبنة ما شاء الله تبارك الله ولا قوة الا بالله. بص يا حبايبي الشوكولاتة نفس القصة، الهشاشة بسم الله ما شاء الله تحفة اهي. سندوتشات مدرسة احلى من العيش الكايزر مش خلية نحل. يلا بقى لو عجبك الفيديو بتاعي او لو عجبتك الطريقة بتاعتي في خلية النحل، متنسيش تعملي لايك وشير، واللي مشتركش في القناة يشترك، ولقاء فيديو اخر ان شاء الله.